السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين بقى مدلعين كده الرز المعمر. عاملين طاجن رز معمر بالفراخ. يعني حاجة مختلفة بقى عن الرز المعمر الفلاحي اللي احنا عارفينه. وعاملين معاه بطاطس بالثوم بالزبدة والثوم كده، بس طعمها تحفة. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اولا نسمي بسم الله. هنعمل بقى معانا الفراخ الاول اللي هنحطها على الرز. طاسة على النار وهنحط فيها معلقة سمنة بلدي، ومعايا صدور فراخ مقطعاها صغير هنزل بيها كده في السمنة علشان تاخد معايا صدمة كده وتغير لون وتفتح مسام وتقفل مسام كده. في الفراخ دي احنا مش هنحط عليها حاجة، يعني مش هنحط بصل ولا هنحط حاجة، احنا هنحط بس ملح وفلفل اسمر مبهر. طبعا احنا عارفين ان انا بعمل فلفل اسمر عليه كل البهارات والنكهات. فمش محتاجة احط غيره، يعني لان انا حط عليه حبهان ولورا ومستكة وجوز الطيب وكباب صيني، حاجات كتير فبتخلي معايا الفراخ او اللحمة طعمها كويس. يعني مش محتاجة ان انا احط بهارات تانية، لان انا بعمل الفلفل الاسمر على ايدي في كل النكهات. هحط بقى الملح والفلفل وهغطي بقى على الفراخ، اقلبها كده حلو بالتتبيلة وهغطي عليها لحد ايه ما تشرب السوائل معايا اللي هي نزلتها وتنشف خالص. يعني انا كده قلبتها كده لحد ايه ما لقيت خلاص، يعني تعتبر كده السوائل بتاعتها نشفت واتبلت معايا كويس بالملح والفلفل وقفلت مسام طبعا، وعشان تبقى طعمها حلو في الرز ما تغيرش معايا طعم الرز. معايا بقى انا كده يعتبر الفراخ خلصت، هركنها بقى على جنب. معايا بقى كيلو رز غسلاه ومصفياه حلو في الطاجن اللي هشتغل فيه. هنزل بالرز، مش هعمل حاجة، يعني مش هحط في الطاجن سمنة ولا اي حاجة في ارضيته، لان انا هحط هبس ال الرز، فمش محتاج ان انا احط في ارضيته حاجة يعني. هحط بقى الرز، هحط له معلقة ملح كبيرة، نص معلقة سكر، معلقتين سمنة بلدي، وهبسه حلو. اهم حاجة في الرز المعمر، طبعا اسمه رز معمر علشان ايه احنا بنعمره، يعني بنخليه ايه بيبقى دسم وحلو كده. فهنحط له معلقتين سمنة بلدي. اهم حاجة الرز المعمر ما بتحطلوش سمن نباتي او زيت او الحاجات دي، لا، بس الرز المعمر بيتعمل بالسمنة البلدي. حتى الفراخ انا عاملاها بمعلقة سمنة بلدي. بسيته حلو بالسمنة البلدي، وهحط له بقى معلقتين قشطة. وهبسه برضو بالقشطة، هقلب فيه القشطة كده عشان ايه الرز يتشرب كده من القشطة وايه ويتطعم كده علشان يبقى معانا ايه طعمه حلو. يبقى انا حطيت كده للرز معلقة ملح كبيرة، نص معلقة سكر، معلقتين سمنة بلدي، معلقتين قشطة. هقلبهم حلو كده وبسهم حلو بالقشطة والسمنة البلدي علشان حباية الرز كده تشرب كده من السمنة والقشطة كده علشان يبقى طعمها حلو معانا. الفراخ اللي احنا عملناها هنزلها كلها كده بالصوص بتاعها. طبعا فيها هي تعتبر ناشفة، مفيش فيها صوص لان هي نشفت خلاص، بس طبعا فيها سمنة بلدي وحلوة يعني. فهنزل كل الخليط كده من الطاسة وهقلبه حلو كده في الرز لحد ما يعني ايه الرز بقى يتغلف كده مع الفراخ. انا عاملة هنا المفروض صدر فرخة وكيلو رز، يعني انتوا حابين تزودوا كمية اكتر من كده مفيش مشكلة، الرز اكتر الفراخ اكتر براحتكم، بس انا شايفة ان كده معقول يعني. فانا هحط له بقى اللبن. طبعا اللبن يا جماعة يكون لبن بلدي كامل الدسم علشان يدينا نتيجة حلوة ورز كويس. انا حطيت كده 4 كوبايات لبن وهقلبه كده علشان اشوف ايه مقدار اللبن معايا عامل ايه. هحط له بقى كوبايه ميه علشان تساعد معايا في تسويه الفراخ مع الرز كده، علشان ايه تدينا تسويه حلوه. يعني الميه بتساعد شويه لان اللبن معانا كامل الدسم. فعلشان ما يكتمش معانا في التسويه بنحط كوبايه الميه دي علشان تساعد في التسويه، لان طبعا الرز عليه قشطه وسمنه واللبن كامل الدسم، فايه كوباية اللبن دي بتساعد شوية في التسوية. هسيبه بقى يتنقع حوالي نص ساعة. وبعد ما اتنقع كده حوالي نص ساعة لقيته اللي هو محتاج يعني كمان كوباية لبن، فحطيت له كوباية لبن كمان.
وقلبته كده حلو، يعني يعتبر كده القعد معايا كويس. طبعا الرز على حسب بقى ايه، احنا عارفين يعني قعد الرز معانا ازاي. بعد ما حطيت له كوبايه اللبن كده وخلاص طمنت القعد بتاعه كويس، معايا بقى معلقتين قشطه كده هوزعهم على وش الطاجن علشان يدينا وش حلو كده للرز المعمر. وهندخله بقى الفرن مولع من فوق ومن تحت لحد ما ايه ما يستوي معانا. معانا هنا بقى جنب الرز حطينا ميه تغلي، هنعمل بقى البطاطس اللي معانا بالخل بالثوم والزبده. معايا بطاطس مقطعاها تقطيع كبير شويه، هديها سلقه. انا عايزاها يعني تبقى مستويه، مش عايزاها تبقى نيه، لان انا مش ايه هحطها في الفرن مش كتير، يعني يا دوب تتشمع بس. كده بعد ما اتسلقت وحطيت لها ملح في التسويه في السليق علشان تبقى معانا متطعمه. معايا معلقه زبده كده سيحتها، نزلت فيها بمعلقه توم ني، يعني انا سخنت الزبده بس سيحتها ونزلت بالثوم ني فيها، ما حمرتوش ولا حاجه كده. انا مش بشتغل في حاجه، يعني الطبق مش تحته حاجه مولعه يعني. حطيت مع الزبده معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه بابريكا، ممكن شطه لو انتوا حابين. وهقلب بقى الخليط كده زي ما احنا شايفين. وهحطه على البطاطس، يعني شلت البطاطس كده من الميه، حطيت عليها الخليط اللي احنا عملناه، وهندخلها بقى الفرن زي ما احنا شايفين كده. هتاخد معانا من فوق ومن تحت كده تتشمع، بتطلع نفسها جميل ما شاء الله. البطاطس دي طعمها تحفه بالزبده والثوم، نفسها حلو وطعمها جميل ما شاء الله. والرز معانا طلع من الفرن طعمه تحفه ومستوي ومفلفل. طبعا انا حطيت البطاطس جنب الرز وهو شغال في الفرن يعني، فاخد معايا بقى البطاطس اتحمرت بقى من فوق ومن تحت كده، بقت حلوة يعني. والرز اهوت ما شاء الله كده طلعناه بعد ما استوى. عايزه اقول لكم طعمه تحفه ومفلفل، والفراخ يعني ما اثرتش في طعم الرز ولا حاجه. بس طبعا الفراخ يعني احنا بندلع الرز المعمر، يعني قلنا ايه نعمله حاجة مختلفة شوية بخلاف الرز المعمر الفلاحي بتاعنا، طعمه تحفة وشكله يفتح النفس. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. ربنا يحسن ما بين ايديكم. جربوا الطريقة وقولوا لي. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.